بيبدأ مسلسلنا النهاردة مع لين اللي بتكون بتتكلم كتير قوي وبتهبد معلومات عن كل حاجة بتعرفها حرفيا، تحكي وهي متحمسة جدا لحد ما زميلها شو بيفوق وبيكسر كل مجاديفها بالكلام، وبيدخل وقتها الأستاذ ومع الطلبة الجديدة وكلهم بيرحبوا بيها، وهي بتكون إنسانة هادية جدا وشو بيعجب بيها من أول نظرة. وبالمكتبة بيكون شو بيفكر بيها وجونج صاحبه بيكون ملاحظ كل ده وبيديله كتاب بيتكلم عن الحب في فترة المراهقة. ولما لين بتشوف الكتاب بتفضل تتريق على شو لحد ما بيقول لها انه اصلا الكتاب ده مش ليه وده لجونج صاحبه اللي هي اصلا بتكون معجبه بيه. بتعدل نفسها وبتكون لسه هتتدلع عليه لحد ما بيقول لها ايه القرف ده، ما تظبطي نفسك. ووقتها قرر شو انه ياخد خطوه مع جين وبيقرر انه ياخد لها عصير هديه، فبيدلقوا عليها بالغلط اللي هو يا ريتك اصلا ما بادرت، فبتسيبه وبتروح عشان تنظف نفسها من العصير. وهم مروحين بيروح علشان يعتذر منها وبيطلب كمان انهم يكونوا اصحاب وبيدي لها رساله، ولكن هي بتقطعها بعصبيه جدا وحاجة آخر إحراج بالنسبة لشو. وبالبيت بتتصل جين على مامتها وبتقول لها إنها مش مرتاحة بالمدرسة أبدا وعايزة إنها تغيرها، ولكن مامتها بتقول لها إنه بلاش دلع وتخيلات، إحنا مش هنغير مدرسة كل شوية، وبتفكرها إنها تاخد الدواء بتاعها وبتقفل السكة معاها. وتاني يوم بالمدرسة شو بيعتذر كمان مرة من جين على الجواب اللي اداهولها، ولكن هي أصلا ما بتكونش فاكراه وبتقول له جواب إيه وبتسيبه وبتمشي. فبيقول له جونج صاحبه إنها كده أكيد بترفضك بذوق، فبلاش يعني تبعتر الباقي من كرامتك على الأرض، ولكن لأنه طبعا ما فيش كرامة فبيقرر إنه يراقب كل تحركاتها ويفهم مالها وهي إزاي مش فاكراه، لحد ما جين بتقفشهم. فبيسألها شو أنت إزاي مش فاكراني وإحنا أصلا لسه متخانقين الأسبوع اللي فات. وبعد ما بيضغطوا عليها بالكلام تكون مجبورة تقول لهم إنها بتعاني من اضطراب ما بعد الصدمة وبتنسى كل حاجة بعد أسبوع، وعشان كده هي ما عندهاش أصحاب أبدا. ولكن برضو شو ما بيسيبهاش وبيقول لها إنه مش فارق له الكلام ده وموافق إنه يكون صاحبها لمدة أسبوع بس، وكل أسبوع هيحاول تاني إنه يكون صاحبها. يا سلام بقى على الحب. وهي بتشكره على كلامه ده ولكن برضه بترفضه، وهو ما بيستسلمش وبيبحث بمرضها اكتر واكتر وبيفضل يجيب لها وصفات طبيعية علشان تتحسن، وبيفضل يحاول انه يخفف عنها هو واصحابه. ولكن جين بترفض شو كل مرة بيحاول فيها علشان هي مش عايزة تفقد حد وكمان ما تجرحوش. وبيديها شو دفتر الملاحظات اللي بيتكلم عن مرضها وكمان بياخدها معاه على العجلة وهي بتكون مبسوطة، وبيقرر انه يصنع لها ذكريات بكل مكان، واول مكان بيروحوه هو المكتبة، وبعدين بياخدها على الاماكن السرية اللي دايما بيروحها هو واصحابه وبيقعدوا فيها مع بعض وبيسهروا وكلهم بيقربوا من بعض اكتر واكتر وبيتصوروا في كل مكان وبيعملوا ذكريات كتيرة جدا. ويوم عيد ميلاد شو اصحابه بيجهزوا له مفاجأة حلوة جدا وبيظبطوا المكان، وكانت لين بتوثق كل الاحداث دي علشان جين تشوفها. وهدية جين لشو بتكون انها صنعت حلويات مخصوص لشو، وده اللي بيخليه فرحان جدا وبيقول لها حتى لو ما افتكرتهوش فهو هيفضل يحبها طول عمره. ولكن مع الأسف بيخلص الأسبوع وجين بتنسى كل حاجة وبيحاول شو إنه يفكرها بأي طريقة وبياخدها على الأماكن اللي راحوها والمكان اللي احتفلوا بعيد ميلاده فيه، ولكن مع الأسف بيكون مقفول فبتسيبهم وقتها جين وبتمشي. وبعدها بيقول شو لجين إنها لو شافت دفتر الملاحظات اللي فيه كل ذكرياتهم أكيد هتفتكر أي حاجة، وإنه هيعمل كل اللي عليه علشان يدخل معاها نفس الجامعة ويكون دايما معاها ويحميها. ولكن جين النرفوزة بتقوله كلام زي السم وإنها حتى لو ما عندهاش المتلازمة دي فهي برضو مش هتصاحب حد فيهم وإنها مش عايزاه في حياتها. فبيزعل شو جدا وبيتعب وقتها وبيروح المستشفى وجين بتزوره وبتقعد مع والدته وبيفضلوا يتكلموا مع بعض كتير جدا وبيكون واضح إنهم يعرفوا بعض قبل كده. وبعد ما بتروح جين من المستشفى بتكون حزينة جدا على حالة شو وبتفضل تفتكر كل ذكرياتها القديمة وإنها كانت مع شو بمدرسة، وكمان شو صاحبتها المفضلة وأقرب حد ليها كانوا مرتبطين مع بعض، وإنه أصلا جين ما عندهاش اضطراب ولا أي حاجة وما نعرفش لحد دلوقتي هي بتعمل كده ليه. وتاني يوم بالمدرسة جونج بيقول لها إنها كذابة ومش مريضة زي ما قالت، وكمان تعرف صاحبهم شو من قبل كده لأنه شاف السجل بتاعها بالمدرسة ولقى إنها كانت بنفس المدرسة مع شو، وهي فعلا بتنهار وبتقول لهم الحقيقة وبتقول لهم القصة من البداية وإنه أساسا اللي فقد الذاكرة هو شو، وإنه زمان كانت هي وشو صاحبتها سوزي قاعدين عند البحيرة، وكان في اليوم ده سوزي متحمسة جدا لأنها كانت عايزة تعترف بحبها لشو وسابت له رسالة. ولما شو مسك الرسالة سوزي وقفت في القارب لأنها كانت متوترة جدا، ولكن وقتها توازنها اختل ووقعت فيها ونزلت بعدها جين تلقائيا علشان تنقذها وما عرفتش، وفعلا غرقوا هما الاتنين وفضلوا يخبطوا لحد ما شو شافهم وراح ينقذهم، ولكن قدر وقتها انه ينقذ جين بس لأنه سوزي كانت بعمق أكبر. ولما أنقذ جين راسه اتخبط وفضل ينزف جامد وحاول بكل الطرق انه ينقذ سوزي ولكن اغمى عليه وما قدرش، ووقتها ماتت سوزي. ووقت العزا اخوها لسوزي بيحمل جين كل المسؤولية لانها عارفة
عارفة انه صاحبتها المقربة مش بتعرف تعوم وليه تسمح لها تركب القارب اصلا، وجين فضلت منهارة وما كانتش ترد. اما بالنسبة لشو فبسبب الخبطة اللي اتخبطها فقد جزء من الذاكرة بتاعته ودخل بغيبوبة. وكانت جين بالمدرسة بتعاني من نظرات وكلام زمايلها اللي كلها تنمر وشتايم، وانها ازاي سيئة كده ونحسة، وبيفضلوا يضغطوا عليها علشان تسيب المدرسة. وبعدها بيفوق شو، ولما جين بتزوره ما بيفتكرهاش ابدا، وبيقول الدكتور انه ده حصل نتيجة صدمة عصبية لانه حاسس بالذنب تجاه حد معين. وقتها بتطلب مامة شو من جين ما تجيش تاني، لانه لو ابنها افتكر اي حاجة من اللي حصلت هتكون حالته سيئة جدا. وفعلا مامته سابت الماضي كله وراها واخدت ابنها وراحت لمدينة تانية ومدرسة جديدة، وده على عكس جين اللي الضغط عليها دايما بيزيد ومكانتش بتعمل اي حاجة غير انها تعيط. وبسبب ده مامتها اخدتها لدكتور نفسي ونقلتها من المدرسة ومن المدينة كلها. واتصدمت اول ما دخلت الفصل بالمدرسة الجديدة انها شافت شو، وقتها قررت انها تعمل الخطة دي علشان ما يفتكرش اي حاجة. واول مرة اعترف لها بحبه هي حست بالذنب جدا تجاه صاحبتها سوزي، وانها هي اللي كان مفروض تعيش الحب ده مع شو مش هي ابدا. وده كان سبب تقطيعها للجواب بعصبية كبيرة. ولكن مع الوقت ووجود شو جنبها واصراره على مشاعره ناحيتها هي كمان بدلته نفس الحب، وده اللي زاد من احساسها بالذنب ناحية صاحبتها سوزي. ولين بتفضل تهون عليها وبتقول انها ملهاش اي ذنب باللي حصل لسوزي، لانه بالنهاية ده قدرها، وانهم بيحبوها جدا وعايزين انه صداقتهم تكمل. وبيرجع شو المدرسة، ولكن جين بتفضل تتجاهله وهو بيكون متضايق من تصرفاتها. وبيجي يوم اختبارات قبول الجامعات وجونج بيشوف واحد بيحاول انه يعترف للين بحبه، ووقتها هو اخيرا بيحس انه لا ما يصحش انا اولى بيها، وفعلا بياخد الخطوة الاولى وبيعترف لها بحبه، ولانها بتحبه اصلا من زمان فبتوافق. وحاول جونج انه يساعد صاحبه شو ويخليه يحاول انه يتخطى جين، وبيفضل يقول له يا ابني فكك منها، دي واحدة بتفقد الذاكرة كل اسبوع، ايه اللي جبرك يعني تكون معاها؟ ولكن ما بيكونش عارف انه الكلام ده هيستفز شو جدا، وبيمسكوا الاتنين ببعض والخناقة بتشد ما بينهم وبيوقعوا بحوض السباحة. وبعدها سبحان الله بقدرة قادر شو بيفتكر اللي حصل لما سوزي غرقت في البحيرة، وبيروح لجين علشان يسألها، ولكن هي اصلا بتكون سابت المدينة علشان ما تسببش لشو اي اذى اكتر من كده. وبتكون جين راحت للقرية اللي كانت موجودة فيها مع صاحبتها سوزي اخر مرة، وبتكون كلها حزن وحسرة على اللي حصل معاهم هما التلاتة. وشو وقتها بيروح يزور قبر سوزي بعد ما افتكر كل حاجة، وبيشوف اخوها اللي بيديله علبة كانت اخته سوزي عاملاها خصيصا لشو. ووالد سوزي بيفضل يقوله انك لازم تكمل حياتك عادي وما تحسش بالذنب، لانه انت فعلا حاولت تنقذها اكتر من مرة، ولكن اللي حصل ده نصيب. وفعلا الكلام ده بيكون مريح بالنسبة لشو، وبيشكره على كلامه وبيروح. وبيبعت رسالة لجين وبيقول لها انه دايما كان بيتأخر انه يعترف بمشاعره ليها، وده اللي خلاها تفتكر انه بيحب سوزي او انه معجب بيها، ولكن الحقيقة انه كان معجب بيها هي، وكان دايما بيسأل سوزي عنها. وقال لها كمان انهم لازم ياخدوا وقتهم علشان يتعافوا من اللي حصل ويتخطوا كل حاجة حصلت معاهم. وبيوم بتقرر جين انها تقابل شو، وبيكون بمدرستهم القديمة، واعتذرت له على كل حاجة مرت، وهو بيقول لها كمان انه بيحبها مهما حصل. وبيرجعوا كلهم شلة مع اصحابهم زي زمان واحلى. وبس كده بيكون خلص ملخصنا النهاردة. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تحطوا لايك وسبسكرايب للقناة.